يعني السينما المصرية سينما عريقة وقديمة. يعني لو صنفناها نقول مثلا هي نمرة 2 كبداية صناعة السينما في العالم. كانت السينما المصرية، يمكن كان قبلها الإيطالية. السينما المصرية شكلت وجدان العالم العربي كله، مش الوجدان المصري بس. يعني كل العرب اتفرجوا على السينما المصرية وتأثروا بيها واستفادوا من الأعمال القيمة اللي اتقدمت فيها. النهارده المهرجان بيكرم الاستاذه نيلي، والاستاذه نيلي دي فنانه كبيره، انا كان لي الشرف ان انا اشتغلت معاها مره او اتنين. ستظل طول الوقت علاقات طيبه، علاقات اشقاء. وهناك يعني مصالح كثيره مشتركه. وبصرف النظر عن المصالح، احنا تاريخنا واحد، وهمومنا واحد، ومشاكلنا واحد، واعدائنا هم يعني اعداء السعوديه هم اعداء مصر، واعداء مصر هم اعداء السعوديه. والسياسة المصرية السعودية لا تنطوي أبدا على العداء ولا الاعتداء، ولكن هي يعني دايما السعودية ومصر بيتعاونوا في التصدي للقضايا العربية وحماية الشأن العربي والهوية العربية. فطبعا وما تشهده السعودية من نهضة فنية الآن شيء يعني نفتخر به كلنا. وأنا اتفرجت على كتير مهرجانات في الرياض، شيء مشرف جدا من حيث الصورة، من حيث النقل، من حيث التقنيات، من حيث الابراز القامات الفنيه اللي موجوده في مصر وفي السعوديه. ده شيء مهم جدا يعني.